قالت الخامسة: زوجي إذا دخل فهد، وإذا خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. دي مدحته. إذا دخل فهد، الفهد في الحيوانات يصفونه بالغفلة، يصفونه بالغفلة، فهي تقول إنه يتغافل، مش عينه على كل حاجة. لا، المرأة تكره الصنف اللي زي ده، ولذلك المشاكل بتكتر في بيوت الرجالة الذين أحيلوا إلى المعاش. أول ما يحل المعاش تبتدي المشاكل في البيت. يا عم الشيخ الله يكرمك شوف له شغلانة، عايز يطلع من البيت. ليه؟ بدأ ياخد باله من أشياء كانت بتحصل كل يوم، بس عشان كان مشغول ما خدش باله منها. كل ما يدخل الشنطة دي هنا ليه؟ ما هنا بقى لها 30 سنة بتحط في الحتة دي، أنا بدخل بتكعبل فيها. ها؟ ملاية السرير مش مشدودة كويس ليه؟ الفوطة محطوطة هنا ليه؟ يدخل المطبخ الكوبايات مش مرصوصة كويس ليه؟ طب انت ايش دخلك المطبخ انت؟ مثلا يدخل عليه الحوض مليان مواعين كده، لسه الست عايزة ما تخلص خالص تشطب مطبخها مرة واحدة، مش كل ما تعمل طبق تقوم غسلها وحطها في المطبخية. هي قادرة بشغلها. لا أنا كده بالمنظر ده بكرهه، ما بحبوش، ما بحبش أدخل عليه الحوض مليان مواعين. أنت مالك؟ طب ما تغسل بقى طالما مش عاجبك المسألة، ادخل اشتغل يعني. فيبتدي يعمل مشاكل ويبدي ملاحظ كانت موجودة بصفة دائمة، لكنه لم يرها إلا بعدما فرغ قلبه. لا، أنا هقول لك حاجة، 9 أعشار السلامة في التغافل. تعمل نفسك مش فاهم. أكثر بني آدم تعبان في حياته الذكي، أو مش عايز أقول الذكي، لا هصحح العبارة، الذي يظهر للناس أنه ذكي. يجي يكلمك كلمتين تقول أنت عايز تقول كذا وكذا وكذا قبل ما يكمل. طب ما أنت هيجي لك يوم من الأيام يقال لك عبارة ولا بتاع ما تفهمهاش فعلا، قال يقول لك اشمعنى دي اللي أنت مش فاهمها؟ طب ما أنت على طول بتكمل لي العبارات والكلام ده، واشمعنى دي اللي مش فاهمها؟ لا أنت فاهمها وبتستعرض. لا، قيل لأعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغافل. فهمها وبيعديها بمزاجه. ها؟ ما بقولش الإنسان يبقى غبي، لا، يتغافل، ما يبقاش مغفل، يتغافل. التغافل ده يعطيك فرصة للتأمل. حد يقول لك كلام انت فاهمه كويس جدا، تقول له تقصد ايه يعني، وتبدي ان كل حاجة عايز تستفهم فيها. فده يعتبر كأنه ايه، كأنه ايه يعني ايه، جملة انت تحترز بها. ونحن اخذنا هذا التغافل ده من النبي صلى الله عليه وسلم. عند البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كانت قريش تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، بس تشتمه بطريقة جديدة. النبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد، يوم قلبين الاسم يبقى مذمم، ويشتمون مذمما. خلاص، قاتل الله مذمما، قبح الله مذمما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: انظر كيف يصرف الله عني شتم قريش، إنهم يسبون مذمما ويشتمون مذمما وأنا محمد. مش أنا، مع أنه يعلم أنهم يشتمون. خلاص، 9 أعشار السلامة في أن يتغافل المرء، لا تظهر أنك ذكي عشان يبقى القرار بيدك. ها؟ كانت العرب تقول: لسان العاقل من وراء قلبه، ولسان الأحمق من أمام قلبه. يعني الكلام ده قال لك أنت أسير الكلمة إذا خرجت منك.
قبل ما تتكلم أرسل الكلمة إلى قلبك، استطعمها الأول. أتكلم ما أتكلمش، طب لو اتكلمت هيترتب عليه إيه؟ طب لو سكت هيترتب عليه إيه؟ بعد ما أنت تهضم المسألة وقلبك خلاص استوعبها، ينطق اللسان أو يسكت، لأن اللسان من وراء الإيه؟ من وراء القلب، يعني القلب متقدم. أما لسان الأحمق فإنه من أمام قلبه، قبل ما يفكر في أي حاجة ينطق. مرة كنا بنصلي في مسجد، وبعدين إيه يعني الأخ الإمام قال لي إيه عايزينك يعني تحض الناس على التبرع للمسجد، عايزين نكمل فتكلمت يعني بما يسر الله عز وجل وكده. فواحد كده سخن قام مطلع كل اللي في جيبه، واخد بالك، وقام حاطه على الايه؟ على الترابيزه. والناس كل واحد تبرع بما يسر الله سبحانه وتعالى. بعد كام يوم كده الامام بيقول لي ايه؟ بيقول لي الراجل اللي حط الفلوس في الاول جاء قال لي اعمل معروف اديني الفلوس تاني. قال له ليه؟ قال له ده كل اللي في جيبي وانا ما عنديش مصاريف. ها؟ طب انت عامل جدع وسخنت وطلعت كل اللي في جيبك، طب ورجعت تاخد الفلوس تاني؟ ما هو ده حط من قدره. وبعدين شيء بذله لله ازاي ياخده تاني؟ ده طالما المسألة تبرع خلاص، يعني الانسان يتصرف تصرفا، يعني الإنسان العاقل يقول أنا دلوقتي معايا قد كده، ممكن أتبرع بكذا أو ممكن ما أتبرعش. الدينار الذي تنفقه على أهلك أفضل الدنانير كلها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده تسرع وأوقع نفسه في ورطة وشان نفسه، لا. فيبقى الإنسان قبل أن يتكلم لابد أن يعرف الكلمة وأن يعرف مغبة الكلمة. فهي بتقول أن زوجها من مميزاته أنه يتغافل. لكن قالت إيه؟ لكن اوعوا تفتكروا إن هو كده مغفل على طول، ده في البيت بس، لكنه إذا خرج إلى الناس راجل، مش حد يغلبه ولا حد يضحك عليه ولا الكلام، أنا بس اللي بضحك عليه، لكن الناس بره مش حد يضحك عليه. إذا دخل فهد وإذا خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. لا يسأل عما عهد دي كأنها تفسير لفهد، يعني مثلا إيه؟ يجيب شوال رز، مش كل شوية يجي يحسس على الشوال ناقص، لا ده الشوال ده كان 3/4 امبارح بقى نصه ليه؟ ها؟ ما جايز يا أخي تاخد تودي لأهلها ولا حاجة أو تتصدق أو الكلام ده. هو لا، كن كريما، كن كريما، لا تتلصص على المرأة ولا تحاسب المرأة. هنعمل زي الراجل بقى اللي ايه كل ما يجيب لحمة ويديها لمراته. انت عارف اللحمة لما بتطبخها بتكش شوية، فجاب مثلا كيلو قد كده، يدرسها يبقى قد كده. الراجل بقى لانه لا بيطبخ ولا بيعرف اي حاجة وبتاع، ما بيعرفش ان اللحمة بتكش يعني، فيبص في الحلة فيلاقي الايه؟ يلاقي اللحمة قليلة. وبرضه الست كانت بتقوم بالواجب برضه، لما تحب تدور اللحمة طبت ولا تاكل حتتين 3 يعني، فلاقي اللحمة قليلة قوي. فلأنه رجل يعني ضاغط على المرأة، والرجل كل ما يضغط على المرأة وقررها والكلام ده تكذب. كيف تخرج من سخطه؟ تعمل ايه؟ تكذب. رجل الشديد هو الذي يلجئ مرأته إلى الكذب عشان تطلع من سخطه. فاللحمة فين؟ فأكلها القط. القط ابن الذين ده اللي قاعد لي في البخت، كل ما اجيب لحمة القط قاعد لي في اللحمة بس. خلاص قام جاب ميزانه، قبل ما يطلع، قبل ما يجيب لحمة يوزن القط. يجي اللحمة فين؟ أكلها القط، يقوم جاب القط يوزنه ما يلاقيش حاجة. ما حتى القط لو كل كيلو اللحمة مش هيبان على وزنه برضه، أنت عارف لا يسأل عما عهد. إذا الرجل كان كريما وكان متغافلا يكون على سقف قلب امرأته. والدنيا لا تجمل إلا بهذا، أن يشعر الرجل أنه محل، أنه يعني حال في قلب امرأته. فده رجل كريم، من أخلاقه أنه يتغافل